قلنا الديون الخارجيه كانت كام؟ 55.8 مليار. ديون مصر الخارجيه 55 مليار دولار فاصل 8. اول مره في التاريخ. طب ما تيجي نفندهم كده. طب ديوننا لشركات البترول كام؟ يا ترى حد سأل السؤال ده؟ ديون مصر لشركات البترول في مصر كام؟ النهارده المال نشرتها بتقول اهي، رويترز مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر تصعد إلى 3.58 مليار دولار. رسمي فهمي نظمي. والراجل هو اللي اتصل برويترز وقالت له، قال لهم كده: شركات البترول الأجنبية في مصر ليها عند مصر 3 مليار فاصل 58. قال طارق الملا وزير البترول المصري لرويترز أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3 مليار فاصل 58 دولار بنهاية سبتمبر أيلول من 3.4. ياه، يعني زادت حوالي 54 مليون دولار، صح؟ 46 مليون دولار، مش كده؟ زادت 46 مليون دولار بنهاية يونيو حزيران. يعني مصر كان شركات البترول اللي عندها 3.4 بنهاية شهر يونيو اللي فات، زادت بقت بنهاية سبتمبر قصدي اللي فات، زادت بنسبة 3.58 مليار. ويبقى السؤال بقى، لو السعودية فضلت مصرة على انها ما تجيبش ال 700,000 طن، انت هتعمل ايه بقى؟ انت مديون اهو، مديون ب 3 مليار لشركات البترول، هتعمل ايه؟ ويبقى السؤال الثاني، الشحنة اللي دخلت مصر دي بديلة للسعودية، جبت فلوسها منين؟ الشحنة اللي انت دخلتها مصر بديلة عن السعودية، جبت فلوسها منين؟ ما انت مديون ب 3 مليار فاصل 58. اهو الخبر اهو بيقول اهو، مصر تعلن وصول كميات بديله لشحنه ارامكو السعوديه. حلو. عايزين بقى معلومات. اعلن متحدث اسم وزاره البترول حمدي عبد العزيز بدء وصول كميات تعاقدت عليها الهيئه العامه المصريه للبترول. واوضح عبد العزيز في بيان مقتضب عن بدء وصول كميات البترول دون تحديد اصناف المشتقات او كميتها، او الله حلو هم دول، دون تحديد ايه بقى؟ اصناف المشتقات. يعني احنا اللي كنا بناخد 700,000 طن من السعوديه غاز على مشتقات بترول على سولار ده ما قالش ايه الاصناف وايه كمان الكميه. احنا كنا بناخد من السعوديه 700,000 طن، ايه الكميه؟ حمد عبد العزيز ما قالش. هل انتوا جالكم 300,000 طن؟ هل جالكم 500؟ هل جالكم 80,000 طن؟ 800,000 طن؟ ما قالش. وايه كمان؟ والجهه الوارد منها. جبتوا منين الشحنه البديله؟ لا الكميه معروفه، ولا الاصناف معروفه، ولا الجهه الوارد منها البترول معروفه. جبتوا منين؟ يعني البترول، مصر مديونه لشركات البترول ب 3 مليار، والسعوديه منعت 700,000 طن يدخلوا مصر في اكتوبر. طيب انت بتقول الشحنات وصلت، جبتها منين؟ انت منعت المصروف عن ابنك، بتديله 100 جنيه في اليوم او في الشهر في اي وقت يعني، فجاه ما اديتلوش ال 100 جنيه. ابنك قال لك انا جبت فلوس كام؟ ما تعرفش. دولارات ولا مصري؟ ما تعرفش. طب مين اللي اداهم لك؟ ما تعرفش. يبقى وراء الأكمة ما وراءها، صح؟ لو احنا بندور بقى ورا المحافظة، لو في مجلس نواب يسأل جت منين والشحنة كام وجبتوا فلوس منين. تعالوا بقى نكمل مع ده لأن الموضوع ده مهم جدا عندنا. خلاص اهو ادي البترول اهو بتقول انه ما فيش، ما قالتش الكمية الواردة والجهة والاصناف ايه. تعالوا بقى نشوف، ما فيش سعودية وما فيش طهران، عايزين ندخل مشتقات بترول لمصر، ممكن تكون جت منين؟ انا عايز اسال الساده المشاهدين في البيت، يا ترى الشحنه البديله، سيبك من كميتها كام لانك ما تعرفش، سيبك من انواعها ايه لانك ما تعرفش، انما السؤال مهم، يا ترى السيسي جابها منين؟ فكر. السيسي دخل مشتقات بترول في مصر، مش مهم اصنافها، ما نعرفش دلوقتي، مش مهم الكميه، لكن جابها منين؟ هو ده السؤال. جابها منين؟ فكر كده حواليك، مفيش غير كده. قوات حفتر تسيطر على كامل منطقة الهلال النفطي شرق ليبيا. هتقول لي ليه يا عم؟ مالها يا عم؟
طيب هقول لك تاني اهو، خد العنوان التاني. ادي خبر الطائرات المصريه ساعدت حفتر في اهو ليبيا. طائرات مصر، لا لا انزل شويه يا محمود. طائرات مصر ساندت قوات حفتر في المناطق النفطيه. اهو طائرات ليبيا بتقول طائرات مصريه تقصف القوات المواليه لحكومه الوفاق الوطني في معارك بالهلال النفطي. ده كان في سبتمبر، 19 سبتمبر، مظبوط؟ مش مصدق لحد دلوقتي ان ممكن يكون جاب ده من ليبيا؟ مش مصدق؟ طب اقول لك حاجه تانية. اصلا السفن اللي شايله البترول دي عبال ما تتحرك، لان البترول جاي في سفن، جاي في مراكب ضخمه، عبال ما المركب تشيل وتحمل وتتحرك مفترض انها بتاخد وقت. منين السعوديه قالت لك ما عنديش او مش هديك الشهر ده، ومنين كده رحت جايب مشتقات بترول؟ يبقى لازم تكون مسافه قريبه، لان البترول من السعوديه لحد مصر بياخد حوالي 15 يوم في البحر. انت رحت عامل كده جايب بترول، جت منين؟ اكيد ليبيا، لان ليبيا جنبك. تعال شوف يا عم، مش مصدق اهو. ادي الحكومه الليبيه تعلن استعدادها، الحكومه الليبيه تعلن استعدادها لتوفير النفط لمصر. ذكر الاعلامي خالد صلاح في خبر عاجل نقلا عن مصدر حكومي ليبي بان الحكومه الليبيه مستعده لتوفير النفط في مصر. عرفت بقى ليه؟ عرفت ليه السيسي مساند حفتر؟ عرفت ليه السيسي ورا حفتر وبشار؟ لكن يبقى السؤال المهم، هو لازم بص مؤكد انه جابها من ليبيا. الدفعه شحنه البترول اللي دخلت مصر دي مؤكد انها جايه من ليبيا. اولا سرعه وصولها فظيعه، يعني ما قضيت الراجل اتاكدوا ان السعوديه مش تبعت، راح فجاه دخلت. لكن يبقى السؤال بقى، هو الشعب الليبي ده مالوش حد يسال عليه يعني؟ يعني هو السيسي، وعرفتوا ليه السيسي بيساند حفتر؟ عشان ياخد عشان ياخد حق الشعب الليبي، زي ما مص دم الشعب السعودي في 5 6 7 مليار، جاي يمص دم الشعب الليبي في البترول. وطبعا اللي قاعد دلوقتي على الهلال النفطي خاين زيه اسمه حفتر، خاين لليبيا وخاين للعروبه وخاين لكل حاجه يعني. فالاثنين الخونه دول اتلموا على بعض. لكن يبقى السؤال، هو الشعب الليبي هيسكت على القصه دي ولا هيطالب حفتر بانه يوقف القصه دي؟ ما علينا، نعدي دي. انما عندي سؤال اهم، وانت تفتكر يا عبد الفتاح ان اللي انت بتعمله ده هيكفيك، هيمشيك شويه؟ طب اهو الشتاء جاي، ولو السعوديه اصرت على موقفها ده، اقسم بالله لا تقوم في مصر ثوره جياع. لانه معنى ان مفيش بترول يعني مفيش سولار، يعني مفيش غاز، يعني مفيش بنزين، يعني الناس هتطلع تاكل فيك. وحتى الدفعه بتاعت حفتر صديقك الخاين اللي زيك مش هتكفيك. ده عبد الفتاح السيسي. انتظروا ازمه غاز وسولار وبنزين، والسولار بقى بمشتقاتها. سولار يعني الخضار هيرتفع، سولار يعني النقل والمواصلات هتبقى مشكله كبيره في مصر، وبنزين يعني نفس القصه، يعني في كارثه في مصر جايه. لكن هو يبدو انه خد بس شمه اكسجين من عند الخان اللي جنبه عبد حفتر، وبالتالي قادر يكمل دلوقتي. السؤال، هل سيصمد عبد الفتاح السيسي في الازمه دي ولا لا؟ خلونا نطلع نشوف دلوقتي الذهب اللي سجل عيار 21، سجل النهارده زي ما بيقول الخبر 550 جنيه الجرام. طبعا عيار 21 سجل 550 جنيه. والحقيقه الذهب لما يرفع الرفعه دي الناس هتتجوز ازاي ما اعرفش، الله اعلم. يعني الشباب ازاي يقدموا شبكه؟ الا الاغنياء بقى، الاغنياء دول ما بيتفش فارقه معاهم يعني الراجل الغني ده يروح يجيب خاتم ب 38 مليون جنيه، هو حر، او يعني 38,000. انما الشاب الصغير اللي عايز يتجوز ولسه بيبني حياته، لما العيار ال 21 الجرام بقى 550 جنيه، صعبه جدا. تعال نشوف الفيديو للمواطنين وهم بيشتكوا من اسعار الذهب. هو رأيي طبعا هو يعني ارتفاع سعر الذهب هو مرتبط بسعر الدولار اللي وصل على حدود ال 15 جنيه دلوقتي. دولة اقتصادها ضعيف بيعتمد على المعونات الخارجية وعلى الاقتراض، فبالطبيعي ان العملة المحلية بتبقى ضعيفة. يعني الجنيه المصري وصل إلى أدنى مستوى دي دلوقتي، مع فكرة التعويم وفكرة تحرير سعر الصرف اللي بيطالب بيها صندوق النقد الدولي عشان قرض احنا ما كناش محتاجينه. فبالتالي أنا شايف إنه مزيد من التدهور الاقتصادي، مزيد من ارتفاع الأسعار. لا، انا بقول للبنات بقى تقعد في بيوتها، واحنا كده خلاص عليه العوض، مفيش جواز، مش هنتجوز تاني. في عبء مباشر على الناس، ما عادش حد يقدر يعمل عمليه تمويل بنفس الجرامات اللي كان بيقدر يشتريها قبل كده.
يعني اللي كان العروسه اللي كانت بتجيب لها مثلا 100 جرام 150 جرام 200 جرام كانت بتبقى ب 30,000 ولا كده، النهارده هتتكلم في ال 100 جرام يعني فوق ال 50,000 جنيه. يعني مبلغ كبير. فده يكون له اثر في انكماش على التجاره المحليه، انكماش على كميات الذهب المتداوله في السوق المحلي، انكماش على العائد على صناعه ومستخدمي وتجار وصانعي الحلي والمجوهرات في السوق المحلي عموما، لان الكميات اللي سيتم بيعها هتقل بالتاكيد. فدي حاجه من المشاكل اللي احنا كشباب، يعني مثلا انت بتشوف شباب كتير او انا ببقى ملاحظ ناس زي مثلا في العمره او كده بيشتكوا من حاجه زي دي، ودي مشكله من المشاكل اللي انت شايفها بتحصل لنا، وعشان كده الحال بقى مش كويس قوي في البلد، علشان انت عندك الشباب زي ما انت عارف هم عماد المجتمع. لما عماد المجتمع يحصل له كده بسبب ناس تعتبر راشده اللي هم الاولياء وكده. الدهب ازاي تجيب دهب والدهب ب 510، فمن هنا تبدا البنات تعنس والشباب قاعده من غير جواز. ما هو كل واحد يقول لك ايه، شوفي تمسك ايديها كده، شوفي العريس جاب لي كام جوشه، كام جوشه دي بكام بقى؟ بحوالي 30 40 الف جنيه، وهجيب شقه بكام وكلام من. فاذا عمليه زياده سعر الذهب جت على جواز البنات والشباب، جت على الاقتصاد بتاعك ضعف خالص، جت على انك انت دلوقتي ما بقاش عندك رصيد من الذهب، اذا الجنيه بتاعك ملوش اي لازمه. اول واحد تنبأ بان السكر ده هيزيد هو الفنان الكبير سمير صبري. سمير صبري له اغنيه مشهوره، سكر حلوه الدنيا سكر. غلي يا عم سمير، غلي وبقت فيه ازمه بتاريخ يوم الاثنين اللي فات 10 اكتوبر. الازمه علت جدا وتفاقمت، كيلو السكر بقى ب 11 جنيه. الازمه دي طبعا بتخص حياه المصريين كلهم، لانه الحقيقه السكر عمود من اعمده البيت المصري، وايضا من اعمده الشباب. الشاب بيعتمد على السكر مش لانه سكر، لا، لانه بيقعد على القهوه، والقهوه كل المشاريب بالسكر ما عدا الحاجه الساقعه، وبالتالي القهوه ممكن تزود ثمن الشاي او القهوه او المشاريب، يعني حلبه بتاع اي حاجه ليها علاقه بالسكر. فكده الدنيا بتطحن. لكن اللي انا هقول لكم عليه ان السكر ازمته هتفرج قريب، زي ما قال احد الخبراء اول امبارح، انه هينزل بقى السكر، لكن هيبقى سعره القديم ده انسى بقى. لما هيجي سعر السكر الجديد بعد ما تفرج الازمه هيبقى سعره تقريبا اما 10 او 11 جنيه، لانه خلاص انت اتعودت على ده ثمنه بس بقى موجود.